صغروا 20 سنة. نهال عنبر شدت وشها، وغادة عادل رايحة جاية على مركز تجميل في التجمع الخامس، وأحمد حلمي ومنى زكي عملوا اللي محدش يتوقعه، ونجلاء بدر رفعت مناخيرها، ودانا حمدان جت تظبط بشرتها كانت هتروح فيها. الكلام هنا عن فنانات اتجهوا للتجميل الفترة الأخيرة. يا ترى غيروا إيه في وشهم؟ وهل بيتعاملوا مع دكتور تجميل واحد؟ ومين اللي شجع أحمد حلمي يعمل خطوة زي دي؟ كل ده وأكتر هتسمعوه معايا في الفيديو ده، بس خليكم تابعين للآخر. فنانين وفنانات ما كانش ليهم في عمليات التجميل ولا الجو ده، بس فجأة اتجهوا ليه وشافوا ان هو ده الطريق الصح واللي هينقذهم من اي حاجه مش حابينها في ملامحهم. والحقيقه انهم عملوا جدل كبير الفتره اللي فاتت، وده بعد ما اعلنوا بكل جرأه انهم عملوا تجميلات في وشهم. الحقيقه الموضوع ما كانش على قد انهم اعلنوا، لا ده كمان بيصوروا فيديوهات من جوه العيادات قبل وبعد التجميل. وعلى راس الفنانين دول الفنانه نهال عنبر، واللي معروفه طول عمرها بجمالها وملامحها اللي الكل بيقول عليها ملامح اميرات، وحتى الميك اب اللي كانت بتعمله بسيط جدا لانها عارفه نفسها جميله. بس من كام يوم اتفاجئ جمهور نهال عنبر بفيديو ليها نشرته في مركز تجميل على التيك توك، وظهرت فيه وهي بتشكر الدكتوره انها شدت وشها وخلتها صغرت تيجي 20 سنه. ايوه هي راحت علشان تقضي على علامات السن وتشد وشها وترجع زي الاول، مع العلم ان الجمهور استغرب وقال ما كانتش محتاجه لكل ده، بس هي برضو يعتبر لسه عروسه جديده، يعني ما كملتش كام سنه متجوزه ولازم تظهر قدام جوزها باحسن صوره. غاده عادل دي بقى رايحه جايه على مركز تجميل في التجمع الخامس، وكل يومين تشد بشرتها، ومره تحقن حقن نضاره، ومره حقن تخسيس، ومره حقن لشعرها علشان تعالجه، اللي هو زي ما تقولوا كده بتعمل صيانه لنفسها يعني، وده مش عيب ولا حرام، وهي كده كده جميله. نجلاء بدر دي بقى ما اكتفتش بشد الوش وبس، لا دي عملت عمليه تجميل في مناخيرها ورفعتها، والصراحه ملامحها اتغيرت تماما بعدها، لدرجه انها لما ظهرت اول مره بعد العمليه محدش كان مصدق ان دي نجلاء بدر اللي ملامحها كانت بريئه وجمالها مميز. ورغم الكلام الكتير اللي حصل، بس هي ما ردتش عليهم ولا حتى حبت توضح ليه عملت التجميل في مناخيرها. بس خليني اقول لكم انها جميله في كل حالاتها، سواء قبل التجميل او حتى بعد التجميل. النجم احمد حلمي ومراته منى زكي، ايوه سمعتوا الاسماء صح، ودول قال لك لا بلاش مصر، خدوا بعض وسافروا دبي مخصوص عشان يعملوا حاجات تجميليه في وشهم، شويه حقن نضاره على شد بشره، حاجات من دي يعني اللي ترجعك صغير كام سنه. وبرده حلمي ومنى ما اعلنوش بشكل صريح، العياده هي اللي عملوا فيها نشرت فيديو ليهم وهم بيشكروا في شغلها، ومنى زكي في الفيديو بتقول اشكرني بقى يا حلمي، انا اللي جبتك المكان العظيم ده اللي عمل لك كل اللي انت كنت عاوزه. بس خليني اقول لكم ملامح منى زكي واحمد حلمي زي ما هي، يعني ما غيروش حاجه في ملامحهم خالص، ومش عارفين بقى اذا كان الخطوه دي هتخليهم الفتره اللي جايه يروحوا لعمليات التجميل ولا لا، بس عامه مع الوقت هيبان. دانا حمدان يا عيني عليها جت تعمل زيهم حقن للنضاره، كانت هتروح فيها، تعبت ودخلت المستشفى وشافت ايام ما يعلم بيها الا ربنا، لولا ان ربنا كاتب لها عمر جديد ما كانتش هتقوم من الكارثه دي، ومن بعدها حرمت. تفتكروا مين الفنان او الفنانه اللي هيعملوا زيهم في الفتره اللي جايه؟